السلام عليكم متابعين مصر زمان. النهاردة معانا حكاية حارة السجايين وحارة الزير المعلق. ايه حكايتهم ومين السجايين وليه في شارع اسمه الزير المعلق؟ اسمع يا سيدي القصة واسمع يا هانم. كان يا مكان يا صحبة يا كرام، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. من 150 سنة بالتمام والكمال، وبالصدفة الكبيرة جه الدور على أمير علشان يحكم مصر. أمير شاب وسيم وغني جدا، اتعلم في باريس وكان قائد جيش، وأهم من ده كله كان محبوب وحليوة. اسم الأمير إسماعيل إبراهيم محمد علي. الوالي العثماني أنعم عليه بلقب باشا، فأصبح اسمه إسماعيل باشا، وهو كمان كان باشا. الباشا بص يمين وبص شمال، لقي البلد كلها ترع وهيصة ولايصة وما فيش فيها حاجة شغالة. استدعى خبرة أجانب وقال لهم أنا عايز البلد دي تكون أجمل بلد في الدنيا، وفي وسطها تبنولي قصر كبير عظيم ملوش مثيل. اختار الخبراء مكان فيه قصر قديم للقائد عبدين المملوكي. اشتروا المكان والقصر القديم للباشا، واحتاروا في الاسم الجديد. الباشا قال الاسم القديم عجبني، خلوا القصر الجديد كمان قصر عابدين. وقد كان ابتدوا يبنوا القصر الكبير، وبقى في المكان عمال ومهندسين كتير. وفي يوم من أيام الصيف كان الحر شديد، مر عليهم عم حكيم، وده كان ضابط تركي عثماني. فضل في مصر مروحش بلدهم. الناس كانت بتحبه، بس هو كان عصبي ومتعجرف بالأونطة، فالناس سموه عم حكيم الزرزور. عم حكيم الزرزور صعب عليه العمال اللي بيشتغلوا في الحر، حب يكسب فيهم ثواب لله لكن على طريقته. رجع البيت وملى زلعتين مية نظيفة، وركبهم على الحمار واحدة على كل جنب، وعصايته معاه، وكرسي وسجادة وملاية يعملها شمسية. اختار عم حكيم الزرزور مكان قريب من القصر، وفرش السجادة ونزل الزلعتين وغطى دماغه بالملاية اللي مسنودة على عصيان وفروع من الشجر. العمال جريوا علشان يشربوا، لكن على مين؟ عم حكيم طلب انهم يوقفوا طابور، ووقفوا في الطابور. جاء اول واحد يشرب، مد ايده على الزلع اليمين، لقي ضربة بالعصاية على ايده. وعم حكيم بيقول له ما تشربش من الزلع اليمين، اشرب من الزلع الشمال. جاء تاني واحد يشرب، مد ايده على الزلع الشمال، لقي ضربة بالعصاية على ايده. عم حكيم بيقول له ما تشربش من الزلع الشمال، اشرب من الزلع اليمين. جه تالت واحد يشرب، محبش انه ينضرب، سأل عم حكيم اشرب من الزلع اليمين ولا الزلع الشمال؟ عم حكيم بصله وقال له انت ما تشربش النهاردة، انت شربت كتير امبارح وخلصت المية. الراجل قال له امبارح ازاي يا عم حكيم؟ انت اول يوم تيجي فيه هو النهاردة. حكيم قال له ايفيت، افتكرت. اشرب شوية مية من الزلع اليمين وشوية من الزلع الشمال، ما تشربش من زلعة واحدة. انتهى اليوم وخلصت المية، وعم حكيم عجبته حكاية الثواب وحكاية الإمارة في خلق الله. كرر نفس الحكاية التاني والتالت والرابع، ولغاية لما لقي العمال كترت والتراب كمان كتر. راح باني مبنى طين صغير، الدور الأرضي فيه زرع وضليلة ومصلاية، وعلى سطحه راح معلق زير المية. اللي يجي يشرب يسأله صليت؟ طيب صلي الأول وبعدين اطلع اشرب. العمال قالوله طيب يا عم حكيم ما تنزل الزير على الأرض. عم حكيم رفض بشدة الفكرة، منها الزلعة تفضل نظيفة ومنها إمارة في خلق الله. وفي يوم من الأيام قررت مجموعة صغيرة من العمال ترك الشغل في القصر ومنافسة عم حكيم في موضوع المية. وكان القرار انهم يملوا قرب مية ويبيعوها للعمال بفلوس، تجارة ومن غير إمارة، ومعاك فلوس اشرب. امتلأت الساحة المجاورة لمبنى عم حكيم بالسجايين، وشوية انضم لهم بياعين من كل صنف ولون، وبقيت هرج ومرج. وفضل عم حكيم يشرب العمال مية ساقعة ونظيفة ببلاش، مع شوية إمارة في خلق الله. لكن الناس كانت مبسوطة،
وفي يوم من الأيام قامت عركة كبيرة في الساحة اللي فيها السجايين المصريين والبياعين. ووصل الأمر للجناب العالي، أمر الخديوي بأن تتولى النظارة موضوع المية المجانية للعمال، وإضافة مسجد لمبنى القصر له باب من خارج القصر وباب من الداخل، وطرد السجايين والبياعين من حارة السجايين، وكل من يريد العمل بمهنة سجة يلزمه تصريح ويتم التنبيه عليه ما تروحش تبيع المية في حارة السجايين. قضى عم حكيم الزرزور بقية حياته في منزله اللي فيه الزير المعلق، يحكي لأحفاده قصة حارة السجايين والزير بتاعه. لما كان الخديوي اسماعيل بيبني قصر عابدين، خلص بناء القصر ومات عم حكيم، وتحقق حلم الباشا لما قال عايزكم تبنولي أجمل بلد وفي وسطها قصر كبير وعظيم. ومات صاحب القصر، والناس نسيت قصة حارة السجايين وحارة الزير المعلق وحكاية القصر وحكاية الباشا اللي بنى أجمل بلد، فاكرين بس أغنية ما تروحش تبيع المية في حارة السجايين. يا رب تكون قصتنا عجبتكم، ما تنسوناش في اللايك.